السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا فيديو جديد وخبر جديد على قناتكم. شوفوا اشطاري، ما تنساونيش اخوتي دائما من اللايك والتعليق بخصوص الموضوع. انتم غادي تسمعوا فؤاد قبيبو وابتسام بطمه شنو نزلوا على حساباتهم من مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام. خليكم معايا اخوتي حتى الاخير باش تعرفوا التفاصيل وشنو واقع بيناتهم. فبالنسبه اخواني اخواتي لابتسام بطمه وفؤاد قبيبو، كنشوفوا دائما كينزلوا ستوريات ما بيناتهم وكيبينوا على الانسجام اللي ما بيناتهم. كنشوفوا يعني حب متبادل ما بين الطرفين. الله يخليهم بعضياتهم يا ربي. ابتسام بطمه نزلات هاد ستوري هذا كتقول فيه: رزقت به سندا تميل الدنيا وهو لا يميل، الله يحفظك ويخليك ليا الحب. فجاوبها فؤاد قبيبو واللي عاود نزل ستوري ديال ابتسام بطبة، وعلق عليه بتعليق اللي تيقول فيه: وأنت الروح التي تسكنني، والأيام التي أعدها من عمري تبدأ بك وتنتهي إليك. فكلام جميل ديال فؤاد قبيبو تجاه الزوجة ديالو ابتسام بطمة. الله يخليهم لبعضياتهم يا ربي. ولو كنسمعوا شي اخبار يعني كل مره كتنزل اشاعات عليهم غادي يطلقوا غادي، فهاد الاخبار هذه مجرد اشاعات. وبهذا ابتسام بطمة وفؤاد قبيبو كاين فيه جميع الاشاعات اللي كتروج حاليا حول توتر العلاقه ما بيناتهم. فدائما يعني بعد ما كنشوفوا واحد الكوبل ناجح فضروري ما غادي تخرج عليهم اشاعات. فؤاد قبيبو وابتسام بطمة كاين فيه جميع الاشاعات اللي كتروج حول الطلاق ديالهم او الخلافات ما بيناتهم. الله يخليهم لبعضياتهم يا ربي، وان شاء الله نشوفوهم يعني دائما وابدا مع بعضياتهم، وكنتمنوا لهم كل الخير يا ربي. فبهذا احبائي كنكون وصلنا الى نهايه الفيديو، في انتظار اخبار جديده. فما تنساوش لايك والبارطاج ديال الفيديو. لما اشتركت في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس باش دائما توصلوا بما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.